يقولون فد يوم كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا جابوا له الغنائم أو جابوا له الأموال الخراجية يوزعها، ما يخليها تبات أبدا، يودي لكل ذي حق حقه، ويودي رؤساء الأشباع تعال أخذ هاي الأموال تولى توزيعها. فيقول لك أنا ما أدري أبقى للصبح أو ما أبقى، إيش مدريني أنا ليش أخليها يبعاني. أكو أشياء هذه مو قابلة للتوزيع، يضطرون يبيعوها ويجيبون ثمنها يجزئوه تتوزع. من جملتها جابوا له درع أدخلوه إلى بيت المال، بات في بيت المال، الصبح صبح مشروق، الصبح صبح مشروق. لأن ألفت نظرك لنقطة، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يحرص على أن يخلي التقيد بالقيم والأخلاق نابع من داخل الإنسان، مو مفروض عليه من الخارج. بتعبير آخر راد يربي المجتمع كل واحد إلى شرطي داخل نفسه، ما يحتاج شرطي من برا. هو من داخل نفسه يمتنع عن ارتكاب الحرام، يربيه يخليه ما يمد ايده للحرام او ما يمد ايده للاعتداء. ولذلك السجون اللي اسسها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كانت من اخصاص من القصب، يجيبوا للسجين، السجين يسجن روحه بمحض ارادته، اخصاص من القصب بكوخ. ارجوك يعني الحرامي ما يعرف يثقب الكوخ ويطلع، يثقبه ويطلع، لكن جاب يريده هو يتقيد باعتباره مسلم، يوقظ عند ضميره ويوقظ عند نعم ما يوبخه ويربيه تربية، يريد يخلي العقاب عنده ينبع من داخله، تبكيت الضمير، يتقيد بالآداب والأخلاق نعم من الداخل. هذا كان من أول مناهج الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالتربية. فكان هكذا بيت المال عنده نقبول لصوص، يعني بناء عادي جدا، نقبول لصوص واخذوا ما فيه. من جملة الاشياء اللي خذوها خذوا هذا الدرع. صبح الامام سلام الله عليه على عادته، هو يطلع على عادته يفتر، يقولون المؤرخين كأنه بدوي في شملته، قد شمر الى انصاف ساقيه، بيده عصا، ينادي ايها الناس اوفوا المكاييل والموازين ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ويفتر يراقب الاوضاع العامة. فبالاثناء شاف هذا الدرع عند واحد، لما شاف للدرع، عندما شاف للدرع امسك هذا، قال له تعال من اين لك هذا؟ قال له هذا درع اشتريته انا من واحد. قال له لا، هذا درع مسروق من بيت المال وانا امسكته بيدي. قال له هذا الان انا بيدي فعلا املكه انا، نعم هذا ايدي عليه. قال له نحتكم، تفضل تعال نحتكم، انا عندي بينه، هذا الدرع امس كانوا جايبيه وتعال نحتكم انا وانت الى قاضي المسلمين. اجي. دخلا معا على القاضي، والظاهر انه شريح. لما دخل عليه باثناء المحاكمة شريح لقب الامام، قال له يا امير المؤمنين ان احببت ان تجلس او تتقدم هنا تقعد. وبدأ بالمسألة الى ان قضى بها، اعطى بها رأيه وافتى بها. شاف الامام امير المؤمنين سلام الله عليه متألم، قال له ليش متألم؟ لماذا يا امير المؤمنين ليش متألم؟ قال لي انا ما متألم من شيء، لكن لسببين. السبب الاول انت كنيتني بوجود خصمي، انت يعني استعملت وياي اسلوب مال رعاية، تكنيني يا امير، تلقبني بامير المؤمنين وتكنيني يا ابا الحسن، وهذا تكلمه بخشونة، هذا مو آداب القضاء، غير هذا لازم اكو مساواة باللحظ وباللفظ. نعم هاي واحد اذاني، ثاني تريد من عندي انا اخذ،
شرف المجلس على خصمي، تعال اقف هنا يعني اخذ مجلس احسن من مجلسه، هذا غلط خلاف العدل. هذا اللي خلاه، ولا انا ما متأثر انك قضيت بالدرع اليه. هذا لما شاف الشكل قال له انا مسيحي، انا مسيحي، وهذا مسروق انسرق وانا اعرف السارقة اخذت من عنده. دينكم هكذا يخلي رئيس الدولة يوقف وياي على حد سواء؟ هاي ناحية. وبعدين يزعل لأن القاضي يريد أن يعطيني شرف المجلس على خصمي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وتفضلوا هذا الدرع. قال تفضل هذا الدرع لكم. نعم. مسروق رجعه إلى بيته. موضع الشاهد أن تطبيق العدل بين الناس يعني إدارة شؤون الناس بالعدل وبالتقيد بمفاد النصوص. هذا إذا ما حكم بذلك نعم فهو كافر جاحد بما أنزل الله.